بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة بيراميدز اتعادل مع فريق التأمين الأثيوبي في استاد الدفاع الجوي 1-1. تمام. يا عم أنا مش فرحان، أنا عادي. هو ده باين عليا إن أنا فرحان؟ عادي بالنسبة لي، عادي يا عم. فرحان، أنا فرحان إن بيراميدز اتعادل، عادي. إيه المشكلة؟ احسن احسن. طب ما فريق مصري ومش عارف ايه وبتاع. لا بص يا حبيبي، جمهور الاهلي بيشجع الاهلي والمنتخب بس، ما بيشجعش انديه تانية، لان احنا ما فيش حد عندنا في جمهور الاهلي بياخد وجبه و200 جنيه، فاهم؟ عشان يروح يشجع فريق تاني، او مثلا لما فريق تاني يجيب فيه جون هي ويفرح. ما عندناش احنا الكلام ده. يلا شوت اهو شوت لسه شوت لسه شوت اهو داخلين الماتش. احنا كلنا فرحنا امال الجون جه في مين؟ واحنا مش بنلعب مع بعض؟ بنلعب مع بعض مالتي يعني بنلاعب بعض. انا اسف معلش. انتوا اول مره بلاي ستيشن ولا؟ أنا أول مرة. شفتوا الاختراع ده قبل كده ولا؟ كان جميل. طب يلا. واخد بالك؟ لا احنا عندنا جمهور الاهلي ما بيشجعش الا الاهلي بس، ما بيشجعش انديه تانية. تمام. فعادي. وبعدين اصلا النادي ده يعني بيراميدز ده معمول كيد في الاهلي. يعني النادي نفسه، انت متخيل؟ استثمار ونفسه، الفلوس اللي اتدفعت بيه، اللعيبه اللي جت، كل ده معمول كيد في الاهلي اساسا من البدايه، وماشيين في نفس السكه. يعني مش غيروا سياستهم حتى لما تركي مشي، لا مكملين في نفس السكه. السكه كان تركي عامله كيد في الاهلي، ولسه مكملين كيد في الاهلي. فعادي، انا بالنسبه لي مش فارق معايا. ان شاء الله يخسر باذن الله ويخرج من دوري ابطال افريقيا، واللي يزعل يشرب من البحر عادي. انا بالنسبه لي انا اهلاوي بشجع الاهلي بس، ولو الزمالك بيلعب في دوري ابطال افريقيا هشجع الاهلي بس. فعادي الزمالك يخرج يطلع، مش هو مش معايا عامه. الزمالك بقاله تقريبا رابع سنه اهوت ما بيخشش دوري ابطال افريقيا، بيلعب كونفدراليه عشان بيراميدز خد مكانه. تمام. وهم فرحانين ان بيراميدز واخد مكانهم. نحن نختلف عن الآخرين خالص. يعني انت متخيل لو انا اهلاوي مثلا وفي فريق خد مكان الاهلي، ابقى فرحان كده او عادي؟ بالنسبه لي مستحيل طبعا. ايا كان الفريق ده، لو كده في الزمالك، لا مستحيل. هو ما خدش مكان الاهلي، وخد مكان الزمالك. تمام. والزمالك عادي، ما بالنسبه له عادي، وجمهور الزمالك عادي بيشجعه. يعني فاهم ازاي؟ ده حاجه غريبه جدا، يعني حاجه ما بتحصلش يعني. فهو انا بالنسبه لي بشجع الاهلي بس. فان شاء الله باذن الله بيراميدز يخرج من دوري ابطال افريقيا، فاهم ازاي؟ فهنشوف بقى الهجاص واعلام زيزي هيقولوا ايه النهارده على تعادل بيراميدز مع التامين الاثيوبي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لو الاهلي اللي كان اتعادل مع فريق زي دوت، كان طبعا الهجاص ظبط وقوم الدنيا ما قعدهاش، واعلام زيزي كانوا عملوا حفله النهارده على المدير الفني. الناس دي ما بتبطلش كيد نسا في الاهلي، هيفضلوا طول عمرهم كده مغلولين وحقودين على الاهلي. من كام يوم كده عملت فيديو عن المهاجم اللي هو ابراهيم ديابتي، اللي بيلعب في الدوري السويدي لفريق جايس السويدي. وقلت ان اللاعب دوت اقرب حد ممكن ينضم للنادي الاهلي. كل يوم الناس على اليوتيوب كله بيتكلم في موضوع المهاجم النادي الاهلي، ومايلي جاي ومش عارف مين جاي ومفاوضات مع مين. يا جدعان، كل يوم كل يوم كل يوم بتلاقي نفس اسامي متكررة عند الناس كلها. هي المفاوضات ماشية مع كذا حد في كذا اتجاه. اقربهم من الاخر ابراهيم ديابتي اللي هو لاعب جايس السويدي، ده اقرب حد ينضم للنادي الاهلي اجانب. تمام. في كلام عن اسد الاسلام الحملاوي ان هو ممكن ينضم برضه للنادي الاهلي، لكن المفاوضات معاه بعدت شويه. يعني هو برضه في كلام معاه، بس الاقرب ابراهيم ديابتي اللي هو لاعب جايس السويدي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.